بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنبة في الملعب. هنتكلم النهاردة عن منتخب مصر طبعا في بطولة أفريقيا. عايزين نشوف رأيكم إيه في الماتش اللي فات، ماتش زيمبابوي، وإيه اللي حصل فيه. نبدأ ببيبرز. حبيبي، إيه الاخبار رأيك؟ الاول؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. نفسيه حلوه بعد الماتش؟ الحمد لله أكيد. الحمد لله. قول لي. 3 نقط مهمين. شفت الماتش اللي فات إزاي؟ والله ماتش كان مش احسن حاجه بالنسبه لنا خالص. كنا متوقعين يعني البدايه تبقى اقوى من كده بكتير، تمام. بس الحمد لله رب العالمين. يعني اهم حاجه زي ما انت قلت دلوقتي الثلاثه الثري بوينتس، الثلاثه بونت يا كابتن. 3 بونت. الثلاثه بونت دول اهم ورضا حاجه في الموضوع، الجمهور. ورضا الجمهور. فمن اهم المكاسب طبعا الثلاث نقط، و ان احنا لقينا الناس يعني في انصياع لحسام حسن، ودي بالنسبه لي حاجه كويسه. تمام. يعني شكل المنتخب ملموم، ودي ايا كانت تحسب لمين، بالظبط. بس يعني شكل المنتخب لغايه دلوقتي مش فاكك يعني من بعض، فاهم؟ تمام بالظبط. معسكر بانت ملموم. بانت في لقطة إمام، يعني كان اه ممكن يحصل اه أي حاجة ملهاش أي لازمة، موقف بالظبط يبوظ الدنيا، بس الحمد لله هو إمام طلع أذكى من كده يعني. بالظبط الحمد لله. اتمنى يعني ان شاء الله ان ماتش جنوب افريقيا نعمل ماتش احسن من كده يا بكتير رب إن شاء ان الله. شاء الله، يعني باذن الله. شومر يا منورنا يا معلم. شومر. الله منور يرحمه. الكنبة كلها. منورة بيكم. حبيبي. أنت إيه رأيك في الماتش بتاع زيمبابوي؟ بص، ماتش زيمبابوي كأداء مش أحسن حاجة، بس احنا نقدر نقول إن هو النتيجة هي اللي هدت الناس شوية على الانتقادات، كانت هتبقى بدري قوي. طبعا هي النتيجة ساعدت إن الناس تهدى والانتقادات تهدى، عشان مش ما يبقاش البداية أصعب حاجة، تمام. ونبني عليها الماتش جنوب أفريقيا. لأن أنت بقى عندك تقدر تلعب على اكتر من طريقة لعب، ما انتش داخل لازم اكسب عشان انا خسرت 2 بونت هنا. بالظبط. طبعا دي هتفرق فالدنيا كتير. اقدر العب بقى، اقفل والعب انا اللي على المرتد. بالظبط. عايز اهاجم في اوقات اقدر انا اهاجم، فما بقاش نازل افتح خطوطي قدام جنوب افريقيا، لان دي كانت هتبقى عندك كارثة بالنسبة لنا. كذا خطة. يعني جنوب افريقيا بتلعب كورة بتتعبنا يعني، بالظبط. سريعة سريعة وعلى جداً. الارض وانتو هات وتحركات مثلثات دايما. فالطريقه دي بتزعجنا جدا، واحنا يعني الدفاع مش احسن حاجه. التوليفه اصلا اللي عملها حسام حسن غريبه. بالظبط. بس خلاص، هو ده اللي شايف واحنا دلوقتي خلاص في البطولة، فمضطرين بالظبط. بقى نقعد نشوف ايه اللي هيحصل، ونحاول اللعيبة دي ان شاء الله تطلع اقصى ما عندها يعني. والله نأمل ده. مكاسب برضو اكيد. ما كنت صلاح، لسه عودة هقول صلاح لك النقطة ومرموش. الإيجابية، يعني إن صلاح جاب جون، يمكن دي تفرق معاه في الاثنين الماتشات جايين الجاية. من هو دكه مرموش فعلا. في السيتي وفي ليفربول، والاثنين سجلوا هنا، تديهم دفعه كبيره وهتدي نتمنى. ثقه للفرقه كمان يا ان رب. هم في فورمه، يعني يجيبوا فورمه بسرعه. يا رب ان شاء الله. نتمنى الماتش الجاي يبقى احسن واحسن، والمنتخب مستواه يعلى زي ما احنا متعودين في كاس الامم، يعني ان احنا مستوانا بيعلى من ماتش لماتش، وان شاء الله ده اللي تفرق نتمناه. معانا. وحسام ده اللي احنا طالبنا بيه، او هو جاي عشان كده. ان احنا كنا بنشوف البطولات اللي فاتت اللعيبه بنحس انها متخاذله، بنحس برعونه، مفيش مش روح. عارف ايه. اي نعم ده حصل في الماتش الاولاني، بس هو كان مش رعونه، هو كان توتر زياده. ده من وجهه بالظبط. نظري. يعني احنا لو كنا سجلنا في اول الماتش كان الموضوع فرق معانا فده كتير. كان المكسب بقى هيحقق دي. المفروض انت تخش الماتش الجاي اهدى شويه. احنا وصلنا للجون كتير هو جدا. حسام وصل الفرقه واحنا للجون اللي ضيعنا. بعدد فرص كبيره جدا بس يعني فعلا. بس هو اللعيبه هي اللي ما كلها خلصش. كانت قلش. بالظبط. ودي فرص مشكله محققة اصلا في يعني. الكره المصريه يا جماعه، يعني دي انا شايفها آفة كبيره قوي في الكره المصريه. وفي بطولات زي دي ما ينفعش. بالظبط. انت في ماتشات هتجيلك واحده بس، واحده لازم المفروض تخلص من ربع واحده اصلا المفروض. وما يبقى عندنا احسن 2 لعيبه في الدوري الانجليزي المفروض، يعني او 2 لعيبه تقال قوي في الدوري الانجليزي وما بنخلصش. والاصعب بقى ان انت بيجي عليك واحده هي اللي بتخش. الله برضو. لا دي هنروح لها. هنجيلها. هنروح لها ما تستعجلش. عشان هنتكلم فيها كتير تاخد وقتها. قلبا. طيب دلوقتي بقى نتكلم على تشكيل منتخب مصر لماتش جنوب افريقيا. ماشي. انت ايه رايك؟ ايه اللي ممكن يتعدل؟ خلينا ناخدها بقى من اول حراسه المرمى، من ورا لقدام كده. من ورا لقدام كده نطلع بيها. التشكيل من ورا لقدام بالظبط. محتاجين نغير ايه في التشكيل عن الماتش اللي فات، او محتاجين نثبته. بدايه حراسه المرمى اكيد نفسي شوبير اللي يقف، مش الشناوي. تمام. خالص يعني. يعني يعني
المستوى اللي شفناه 3 كور اللي راحوا علينا، هم 4 راحوا، 3 وقعوا من ايده وواحده دخلت الجون. اللهم لك الحمد. لكن الشناوي اللي هيقف عشان بس نبقى يعني عارفين اللي هيحصل. نخش بقى على خط الدفاع. عندنا باك يمين محمد هاني ومش هيتغير يعني ما هبقى كل اعتقد احنا كمان هنتفق ان محمد هاني هو اللي هيبقى موجود. عندنا 2 في النص اعتقد برضه هيلعب بنفس الاثنين اللي لعبوا، مع ان انا عندي اختلاف كبير مع حسام عبد المنعم. تمام. لكن حسام عبد المجيد. كنت اتمنى ان انا اشوف الثنائيه بتاعت ربيعه وياسر عشان السرعات بس، لان احنا اكتشفنا الماتش اللي فات نعم التانيين ابطا بس واخدين على لعب بعض. ماتش جنوب افريقيا حتى حسام عبد المجيد بطيء يعني، هيبقى سرعات اللي عمل لك بالظبط كده. كنا مستنيين نشوف حاجه في التغييره دي تفرق معانا، ما حسيناش بفرق السرعه يعني. وبعدين انا عندي مشكله مع الحته الشمال، يعني حسام عبد المجيد وجنبه محمد حمدي، الاثنين كانوا موقعين بعض اكتر، يعني مفيش حد ساند فيهم التاني. يدي فرصه لفتوح مش يعني يعني كنت لسه اقول لك الحمد لله ما عندناش ازمه يعني، فتوح برضو يقدر يقوم بالبوينت طبعا. واعتقد انه هيبقى افضل من محمد حمدي متهيألي يعني. والله يعني دفاعيا ان هو افضل في المغرب عشان المغرب بلد جميل. واحنا ما نقصدش هنا المغرب. احنا حاجات في المغرب. اعتقد كده يعني الجون والدفاع دول اللي احنا متفقين عليهم يعني، احنا الثلاثه اعتقد. جون مصر كلها متفقه مش احنا الثلاثه بس. نتمنى بقى يعني حالفه التوفيق ويركز هنفضل نعيد على دي. احنا جايبين له اهو، بص جايبين له دي يعني عشان يمكن تفكروا باي حاجه يعني. يمسك يا منشاوي. نتمنى ما نخرجش من البطوله دي بسبب محمد الشناوي في الاخر. والله هتبقى مأساة، لان كل الناس شايفه كده، وبنقول من بدري، واللي حصل في الامارات وفي الدوري وقبليه ماتش نيجيريا الودي، وفي الاخر دلوقتي المنتخب محدش هيتبقى اسوأ نهايه ليه. واحنا انا بس افتكرت حاجه كمان، اسوأ. انا من كام يوم بشوف لقطات الحضري وهو عنده 44 سنه، اقسم بالله احسن من الشناوي 100 مره. واحنا خد فرص كتير جدا وصبرنا عليه كتير جدا. احنا ما صبرناش على حد 3 سنين يا جماعه، 3 سنين يعني. فانا مش عارف هو هيرجع معلش احنا كاهلاويه بس عشان احنا يعني ايه خالطين بين الموضوعين، بس احنا كاهلاويه بقى لنا 3 سنين عندنا مشكله مع عندنا ازمه يعني. خلينا بقى نخرج من نقطه الشناوي، نتكلم بقى على خط النص اللي انا شايفه اميز خطوط المنتخب بصراحه يعني. اوكي. دي حقيقة. انتوا ايه رأيكم في الثلاثي اللي لعب الماتش اللي فات، وشايفين ان هو ينزل بنفس الثلاثي ولا هيغير حاجة فيهم؟ بص، الثلاثي اللي لعب الماتش اللي فات كان احسن ثلاثي يبتدي، بس مش في الماتش ده. تمام. يعني امام انا كنت افضل ان هو ينزل الشوط الثاني بالظبط، نص ساعة تلت ساعة، رجله تاخد على البطولة واحدة اصلا انه يبدأ يعني. وزيزو كان جاهز وهو اللي بيلعب الماتشات اللي فاتت كلها، وبيلعب في الاهلي 10 او قدام الاثنين بالظبط يعني، واخد حريه حركه مع تروب تحت المهاجمين، فكان يقدر يأدي الدور بتاع امام كويس بالظبط، ويبعد عن صلاح في الجنب الشمال واثنين تحتيهم. بس هو امام معرفش ليه ابتدى وحرقته بدري، بس زي ما قلنا دي كانت افضل. بس الماتش الصعب ماشي ابتدي باثنين، حتى لو كنت هخرج امام الماتش اللي فات كنت اطلع حد من الاثنين 6 اللي واقفين واخلي امام موجود، او اغيره بين الشوطين يعني. استنى حتى الماتش اصلا ما كانش مستاهل 2-6 يعني في نص الملعب. قدام زيمبابوي قدام جنوب افريقيا هنزل اعتقد هو هيلعب برضه بنفس الفكره، مش عارف معاه مهند لاشين تقريبا بقى ولا ايه اعتقد يعني، بس اعتقد هو هيلعب برضه بنفس الاثنين يعني. مش هيبتدي بامام. لا انا بتكلم على ابتدى بيه يبقى غلط تاني بيكرره بالظبط. ما اعتقدش لازم ينزل بقى بزيزو حمدي فتحي هم اكيد دول هيلعبوا مع حسام. الماتش ده بقى فعلا محتاج الاثنين دول فعلا، اثنين كاترز، اثنين اجريسيف على الكوره. بيعملوا لنا ازمه كبيره قوي بالخروج بالكوره، بس يعني والله هي توظيف يعني مهام وتوظيف. احنا شفنا نسخه حمدي فتحي قبل ما يمشي من الاهلي كان بيخش ال 18 وبيأسست وبيجول وبيهدف وبتاع، فهو مش وحش في دي، بس قناعات حسام حاجه تانية بقى. بالظبط. فاعتقد ان احسن يبدا بزيزو مكان امام ونفس الثلاثي ده. اوكي. وانت ده وانا مع نفس وجهه النظر يعني.
اعتقد ان هو ده انسب حل. طب انتوا شايفين زيزو الثلاثي اللي قدام بقى، انت عندك 4 بس مصطفى محمد اعتقد حلها. ما هو برضه مصطفى مصاب، واخد كدمه الماتش اللي فات، وبرضه بيقولوا احتمال يلحق واحتمال ما يلحقش. خلاص لو كده يبقوا ال3 واضحين، بس مين فين بقى؟ مرموش قدام، مرموش 9 مرموش 9 طبعا وصلاح شمال وصلاح يمين. تمام. يعني مرموش عمل اعتقد ان هو كان احسن واحد الماتش اللي فات، خد مان اوف ذا ماتش تقريبا، واخد مان اوف ذا ماتش، وعنده حلول فرديه كتير. اوكي. شايف ان اقلهم فورمه دلوقتي هو مصطفى محمد، مع الاصابه ليه اجازف بيه الماتش. انا بقول لك لا، في حاله ان هو جاهز وهيلعب برضه هقعده هو، هتقعده هو برضه. اوكي. والعب بمرموش قدام وتريزيجيه شمال. المهم ان انا استفيد بالسكواد كله او بال4 اللي قدام، انه يبقى رجليهم في الملعب وفي نفس الوقت يريحوا شويه. اعتقد ان هو هيبدا بنفس الثلاثي، مرموش وتريزيجيه وصلاح. ماشي. لو مصطفى جاهز يبدا بمصطفى، ويمين صلاح وشمال مرموش، تمام زي ما بيلعب هناك. وتريزيجيه اللي يريح. طب تريزيجيه نقدر نحطه في منظومه نص الملعب، يبقى واحد من الثلاثي اللي هيلعبوا في نص هو الملعب. مش هيطلع زيزو ناحيه اليمين خالص. صلاح كده مسيطر ناحيه اليمين، ما حدش. لا ما هو كده زيزو ما بدأش الماتش اللي فات مثلا، فيخش هو مكان امام. انا شايف ان زيزو هو اللي يخش مكان افيد في نص الملعب، افيد من تريزيجيه بصراحه. نص الملعب افيد، ولعبها كذا مره. حاسس ان تريزيجيه لعب خط اكتر وسرعات، يرمي الكرة في مساحه او ياخدها ويجري اكتر من زيزو. ويبقى متكتف. زيزو بيدور كوره كويس يعني. طيب احنا دلوقتي خلصنا خلاص التشكيل، وشوفنا ايه اللي ممكن يتعمل في التشكيل، البدائل المتاحه والبدائل المتاحه. ممكن دلوقتي بقى عايز اسالكم، شايفين طريقه اللعب تبقى عامله ازاي قدام جنوب افريقيا؟ اوكي تمام. هل شايفين ان حسام حسن هيفتح خطوطه ويهاجم، ولا هيلعب على هجمه مرتده؟ مرعوب انا من جنوب افريقيا يا جماعه. جنوب افريقيا كانت بتستقبل اللعب عادي جدا، وده خوفي ان ده اللي يحصل معانا. ان هو لو ساب لك الكوره بيلعب على المساحات ورا، يعني بص احنا على الله حكايتنا خالص، وعندنا انا شايف ان احنا ننزل نقف ورا، نلعب احنا على نسيب لهم الكوره، نأمن نفسنا، وزي ما بنروح نلعب سان داونز هناك كده، ناخد الفكره بتاعت موسيماني اللي رحنا عملناها هناك معاهم، ونقف ورا ونظبط دنيتنا ونطلع نخطف كوره. انت عندك سرعات كبيره قوي في الخط اللي 3 قدام يعني اسرع 3 في العالم. يعني المفروض ما فيش بعد كده. بالظبط. هي الفكره مين يلعب على عدلته. يعني جنوب افريقيا بتلعب استحواذ ونقل كوره قصيره، وبتطلع بالكوره من تحت بتعمل كده. هل عندهم السرعات؟ عندهم السرعات. بس نفسي الماتش الجاي ينزل حمدي فتحي، يبقى بدل ما 2-6 و1-8 فوق، تمام، المثلث يبقى مقلوب، حمدي فتحي تحت ينزل بين السرد باكين، تمام، والاثنين التانيين يبقوا فوق. ليه؟ لان انت دفاعك مش احسن حاجه بالزبط. الناس دي بتعرف تنقل كوره بسهوله جدا في مساحات ضيقه، فهتتعبك جدا، فلازم تعمل كثافه عدديه ورا. انا مش مطالب ان انا افتح خطوطي واعرض نفسي للخطر واشيل نتيجه. انا حتى النتيجه، عشان كده بقول لك نتيجه الماتش اللي فات ساعدتنا في ده، ان انا اقدر العب باكتر من طريقه. صح. فحتى لو خرجت متعادل الماتش ده انا مش هتضايق يعني. انا ضمنت الصعود اصلا بالظبط لو طلعت متعادل يعني. لا انت بتلعب بس مش نازل مضغوط ومضطر ان انا اكسب، وعندي حاله من التوتر كبيره، عندي رفاهيه ان انا اقدر العب بمشي الجيم على مزاجي. بالظبط كده. بتلعب من غير ضغط. بالظبط. انت برضو متفق معانا في زيرو. ما ينفعش نفتح ملعب ابدا الماتش الجاي ده، عشان احنا عارفين اللي فيها. ما احنا عارفين خط الدفاع عندنا مش لا عندك سرعات ولا عندك بيعرف يقفل مساحه، فانت لازم بقى تعمل كرنات يا معلم. لازم شفت الراجل لف مع حسام عبد المجيد ازاي الماتش اللي فات. بالظبط.
الشوط بقى من بعيد فاهم؟ والشناوي هنبقى قصة. والله هو للأسف من قريب ومن بعيد الموضوع بقى صعب جدا والله، هو يعني مش خلاص لاقيين له حل ومش لاقيين بلاش كلام تاني بلاش نقوله دلوقتي يعني. احنا وكل بعد البطولة الدعم نتكلم. للمنتخب وكل الدعم لمحمد الشناوي ونتمنى له التوفيق نتمنى ان طبعا. يا احنا رب، يا رب. الماتش الجاي ناخد ثقة اكبر ان شاء الله. بإذن الله. ونحقق نتيجة تدينا ثقة كمان، وخطوة خطوة. محدش فينا بيطالب ان احنا نروح ناخد البطولة. ما اعتقدش ان في حد في مصر مرشح اول ولا تاني ولا من الثلاثة الاوائل، بس واحدة واحدة زي ما بيقولوا البطل بيطلع من وسط البطولة. يا رب. وننهي بقى الأسطورة العجاف بتاعت من 2010 دي. ان شاء الله. 15 سنة يعني. ان شاء الله بإذن الله. نتمنى العميد يحقق لنا ختامنا. ان شاء الله يا رب بإذن شعب الله. مصر كله مستنيها والناس كلها تفرح يا رب ان شاء الله. يا يا رب رب، إن شاء يا رب. الله. في نهاية حلقتنا النهاردة بنتمنى طبعا التوفيق لمنتخب مصر، وإن شاء الله الماتش الجاي قدام جنوب أفريقيا يخلص بفوز لمنتخب يا مصر رب إن شاء الله، أو على أقل تقدير يبقى تعادل، بالظبط. وربنا يكرم في الماتش وفي البطولة ونطلع مبسوطين إن شاء الله. نشوفكم على خير إن شاء نشوفكم الله. على خير.